بس كده. انت بتعمل ايه يا بابا؟ ايه الهدوم اللي انت واخدها دي؟ مفيش يا بنت، بنقي الهدوم الصيفي من الشتوي عشان الناس الغلابه زي ما انت فاهمه. ازاي يعني يا بابا؟ طب ما احنا في هدوم احنا بنلبسها. لا يا حبيبتي، الهدوم دي كلها قديمه، وبعدين الجاكيت ده كنت شايف اختك لابساه صغر عليها، نديه للبت نور الغلبانه اللي تحت ديت. صغر عليها ايه بس يا بابا؟ ما بيجي على قدها. يجي على قدها زي ما انا شايفه اصلا جاي لها لحد هنا. انت في ايه؟ ده خير بتاع حاجه بتاعت ربنا. في ايه يا ست؟ هجيب لكم غيره. ماشي يا بابا اللي انت عايزه. تخنقوناش بقى يا شيخه كده. ايه ده غريبه، وعصفور ما جاش ليه خد الهدوم دي؟ يكون حصل له حاجه، اتصل بيه مثلا اطمن عليه. لا ما جاش النهارده. طب الجاكيت ده البت نور احطه لها هنا عشان ايه؟ بتتحرق تاخد الحاجه، البت دي عندها دمها، هي هتشوفه هتاخده اول ما تشوف الفرو الابيض الحلو ده. اصبر بقى يا بابا، ما تعملش صوت عشان عمو هاني ما يسمعناش. اصبر لما يخش اهو. يلا. لا انا اللي اطلع الاول. اوعى والله انا الاول. بص بقى يا بودة، الجاكيت دوت هو ايه ده هيجي عليا انا، لو جه صغير انت خده. بس هو انا اصلا بتاع صبيان. صبيان ايه؟ وفي فرو يبقى بتاع صبيان. بص يا بودة جاي عليا، انا اللي هاخده. ماشي يا نور. انا يا الله. بودة انا هاخد دي عشان دي لا بتاعت يا نور، دي زمان. بتاعتي انا. يا بودة انا اللي هاخدها، انت خد الصغيرة دي. ماشي انا هاخد دي. هي ايه بلوزة دي يا بودة؟ معرفش يا نور، بساعد تحت اي حاجه. ماشي يا بودة انا هاخد ايه ده؟ دي. الله يا نور، بص البنطلون الحلو ده بقى بتاعنا ده. ماشي يا بودة انا هاخد البنطلون دوت. ماشي. الله، بص التيشيرتات يا نور. ايه ده ولا حاسب يالا انت وهي، اوعى كده يالا. الله الدبدوب ده حلو قوي يا بودة. لا يا نور، اوعى كده يا ستي، ده بتاعتي انا. ايه ده يا حبيب قلبي انت وهي، اوعى كده يا بابا. الحاجات دي احنا بنشتريها بفلوس، اللي عايز حاجه ان شاء الله هيشتريها. وبعدين ايه ده انت جايبه ده منين ان شاء الله؟ انا لقيته هنا والله. لقيتيه هنا يعني؟ انت لقيتيه في بيتكم؟ ايه لاقي كده يا ماما بسرعه. والنبي يا عم عصفور سيبوني يدفينا في الشتاء. بقول لك ايه، بلا عم عصفور بلا بتاعي، لا بعد اذنك كده، الحاجات دي بفلوس يا ماما. طب بكام طيب؟ دوت ب 30 جنيه ليك انت ب 25. طب بص، هتشتري ولا هات- هتتعبيني؟ هات يا بودة الفلوس اللي انا كنت شايلها معايا. بص انا والله النهارده كنت عملت اقف في عربيات ما جمعتش غير دول، خدهم يبقى لك 5 جنيه. انا كده عايز 5 جنيه. هعديها عليك والله. طب خلاص روح توكل على الله. هات يا حبيب قلبي دي، توكل على الله. يا عم عصفور بس اوعى يا حبيب قلبي بلا عم عصفور، روح توكل على الله. عايز حاجه يجي ياخدها من البيت ان شاء الله، الحاجات دي بتتباع. يوزعهم قال، والتانيين رايحين يلموا بينقوا، هم قاعدين في بيتهم. ايه ده يا محمود؟ خد تعال. يا استاذ كريم، انت رايح فين بالهدوم دي؟ انت هتسيب البيت وتمشي ولا ايه؟ لا ده ابوك ربنا يبارك له يا رب بيديني الحاجه ديت، وانا بروح اديها للناس المحتاجه لله يعني، وبطلع منهم عند الجامع وكده. طلعهم لله يعني؟ اه. طب يا عم جزاك الله كل خير. طب انا كان عندي شويه هدوم قدامي، يبقى تعالى خدهم. طب ماشي لو عندك. لا مش دلوقتي يعني، بقى وقت ما تيجي في اي وقت يبقى تعالى خدهم. عشان اوديهم كلهم مع بعضهم يعني. يا عم قلت لك خلاص بقى، وقت ما تيجي يبقى تعالى خد. طيب بس خليهم لي هنا على جنب كده في شنطه نضيفه، وانا ابقى اجي اخد. هتفرق معاك شنطه نضيفه ولا شنطه؟ ما انت هتطلعهم لله عصفور فيها عصفور. خلاص ماشي، اي حاجه انا هبقى اجي اخد. روح يلا انزل. مش انت بتخبطي ليه؟ هو انا بخبط ليه؟ عشان عارف عمو هاني ان عم عصفور بيبيع لنا اللبس، مش بيديهولنا كده. طب يا نور خبطي كده. في ايه يا بود؟ في ايه يا نور؟ انتوا بتخبطوا جامد ليه كده؟ في ايه؟ هو فين عمو هاني؟ جوه. في ايه يعني؟ طب انا عايزاه عشان اعرفه ان عم عصفور بياخد اللبس وبيبيعه، مش بيرضى يديهولنا كده ببلاش. يعني عصفور بياخد اللبس ما بيحطوش عند الجامع وبيبيعوا لكم؟ اه ده هو بيبيعه تحت في شقته. طب تعالي بقى عرفي ابويا الكلام ده عشان انا كنت شاكك فيه اصلا. طيب في ايه المهرجان اللي عاملينه لي على الباب ده؟ في ايه يا كريم؟ ايه الخبط ده كله يا ابني؟ في ايه؟ اسمع بس من نور، العصفور اللي انت مأمنه وتديله الهدوم تقول له روح حطها عند الجامع، بياخد الهدوم يبيعها للناس. حاسب بس ما تتكلمش على الراجل كده، عيب. انت بتعمل كده فتنه. يا عمو هاني إيه؟ انا من الصبح مش ده الجاكيت بتاعي وانا صغير؟ ما هو بيعوا لها ب 20 جنيه. ايه يا بنت الكلام ده حصل؟ ايوه يا عمو هاني، انا من الصبح عماله اتطوق عربيات وابيع ورد في الاشارات، وهو اللي جه على طول خد مني ال 20 جنيه وقال لي تاخد الجاكيت ده ب 25، يعني هو اللي عندي لسه 5 جنيه كمان يا عديم الانسانيه والضمير. طب واللي بقول انت لك ايه؟ ده لسه كنت هديله الهدوم بتاعتي القديمه كلها. لا وقف كل حاجه بقى لما اشوف راح فين. نزل. خش لي طب بيهم جوه كده. خش يا حبيبتي، خش يا حبيبتي. بس هو كان قايل اللي هو جاي تاني عشان ياخد الهدوم. انا لسه هستنى اما يجي لي يكون باع الهدوم اللي معاه، انا نازل له. اقفل الباب ده، اقفل يا ابني اقفل. هو في يا عم هاني انت عمال تجرجر لي كده، هو في ايه؟ يا عصفور يا ابني شايل لك كوم هدوم لسه ناقد الدولاب. بص هدوم علوه كده، ربنا عايز يبارك اديها لك يا لك. رب، يجعله في ميزان حسناتك. ربنا عايز اقول يخليك. لك ان الناس بتدعي لك دعاء، نفسي اجيب تليفون اوريك الناس، يعني ربنا يجعله في ميزان حسناتك يا رب. عايز انت لحقت وزعت الهدوم التانيه؟ اه ما انا بلف على الناس الغلابه، بقول لك الناس تصعب على الكافر. عارفك والله، انا قلت مفيش غيره عصفور هو اللي يتامن على الحاجات دي. ده انت تتامن على الذهب يا ده عصفور. حاجات طالعه لله. ربنا يبارك فيك يا ابني، وانت كده خلي بالك بتشاركني في الثواب. اه طبعا. ربنا يبارك لك. خش ربنا يلا، يجعله في تعال ميزان حسناتك. تعال خد الكوم ده. خش يا عصفور. خش يا عم كده، خنقتني. ده انت هتشوف ايام سودا معايا. هو في ايه يا عم هاني؟
خد انت رايح فين؟ اقعد في الارض يا جربوع. هو في ايه يا عم كريم؟ هو انت حقيقي جهزت لنا الهدوم اللي انت قلت عليها؟ جهزتها لك. اصبر لما ابويا يجي يقول لك على كل حاجه. انت الهدوم اللي بديها لك بتباعها للعيال صح؟ يعني انت هتصدق عيال صغيره؟ انا بعت لكم هدوم؟ بعتها ب20. ودي الكلام لابويا. ده كده عبيط. هتكذب؟ هدوم؟ عيب اما تبقى راجل كبير كده وتكذب بقى. انا بديك الحاجه يعني بقول ينوب ثواب ويشاركني الثواب، تقوم تاخد الحاجه تبيعها للناس الغلابه؟ ليه؟ ده انا حتى بديك فلوس، يعني بتجيلي كل راس شهر كده بديك مبلغ وقدره، مش لازم اقوله عشان ما اضيعش الثواب. ليه تعمل كده مع عيال صغيرين زي دول؟ ليه؟ فهمني يا ابني، فهمني. انت يمكن شايف حاجه مش بتبيع له هدوم مثلا وتاخد الفلوس تجيب في لبس تاني جديد بتفرقه على الناس؟ والله يا عم انا حقك عليا، انا عارف اللي انا كنت بعمله ده غلط. يا حبيبي احبك وانت فاهمان كده. بقى فين الفلوس انت بعت بيها؟ فلوس؟ ما هو الفلوس ما كلها. تقوليش الفلوس بدل ما ارقش لك ودانك. ادوا الفلوس يا هات الفلوس بدل ما سايبه عليك. طب بص انا دي كانت معايا من ما الاول. دي ما انا عارف دي كانت معاك. دول كام؟ 300 جنيه. خد يا بنتي انت واخوكي توكلوا انتوا على الله دلوقتي عشان ده لسه موضوع معانا. موضوع هاتوا لكم طقمين حلوين. تعالى بقى اقعد هنا كده زي الشاطر. قوم بعت استنى انت بعت 300 جنيه؟ ده لسه الهدوم معاك زي ما هي. لسه في هدوم لسه ما بعتهاش. ده انت تاجر شاطر اقلع الجلابيه دي. مش دي حاجتنا برضو؟ الجلابيه دي كانت بتاعتي. دي بتاع الجد اقلع. انت عارف لولا حرام اقسم بالله ماشيك عريان في الشارع دلوقتي الناس تتفرج عليك. واكتب على ظهرك الحرام اهو. يلا توكل على الله ما اشوفش وشك هنا تاني. انا بخاف من شرف الثانيه. حي مدد افركوش ابن بابركوش. ده ايه المكان الغريب ده يا ليلى؟ بقول لك ايه يا رحمه، انا جايباكي عند الشيخ هيقول لك كل حاجه من الاخر، بس اهم حاجه ما تكدبيش عليه عشان هو اول ما بيبص في عينك بيعرف كل حاجه عنه. انت كده خوفتيني يا ليلى. خوفتك ايه بس يا رحمه؟ انا بقول لك على الحقيقه، ده بيعرف الحاجات اللي حصلت معاكي واللي لسه هتحصل كمان. كمان يا ليلى؟ ايوه يلا بينا. طب يلا. يا رب ربحنا وبين عبادك ما تفضحنا. خش يا ليلى انت ورحمه. اتفضلوا اقعدوا. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. انا كنت جايبه لك واحده صاحبتي. عارف كل حاجه من غير ما تقولي. انا خايفه قوي يا ليلى. اللي خاف ياكل عيش حاف. خافي من ايه بس وانت عندي هنا؟ تخافيش من اي حد. مدد 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 مدد. احكي له يا رحمه. من غير ما تحكي انا عارف كل حاجه. بس خدي وشوشي الودعه دي، احكي لها على كل مشاكلك وكل اسرارك. مدد. اظهر وبان عليك الامان. اظهر وبان عليك الامان. اتفضل. مالك بترتعش من ايه؟ ما تخافيش. ايه يا ليلى انت جايبه لنا ده؟ كل دي مشاكل. اظهر وبان عليك الامان. اظهر وبان عليك الامان. هو في ايه يا ليلى؟ انا خايفه قوي، يلا نقوم نمشي. خايفه من ايه؟ وسعوله خليه يقعد جنبيك. اقعدي وسعوله. اقعد ما تخافش، الدنيا امان. هو مين؟ شت محدش هنا يسأل، انا اللي اسأل بس. تقول ايه؟ تمام انصرف. ليلى انا خايفه قوي، يلا بس نقوم نمشي. تمشي تروحي فين؟ واقف مستنيكي. هو مين ده اللي مستنيني؟ ايدك على 400 جنيه. انت اساسا ما عملتليش حاجه. 400 جنيه. قوم امشي. انصرف الدنيا امان. 200 300 400 بالهنا والشفا. شيل عدة الشغل. بنت حبيبه يا حبيبه. نعم يا بابا. شيل يلا عدة الشغل دي. شغل ايه بس؟ هو انت فاكر اللي انت بتعمله ده شغل؟ ايوه امال ايه؟ مش بجيب لك فلوس؟ امال بتاكلي وتشربي منين؟ واللبس اللي انت لابساه ده منين؟ ما هي الفلوس ديت مش حلال، كل كده فلوسنا وكل عيشتنا حرام في حرام. اللي انت بتعمله ده انت كمان بتنصب على الناس، يعني بتخلي الناس تصدقك. وبعدين ده مش شغل، انت فيك ايد ورجل. روح دور على شغلانه حلال كده واكل عيالك من فلوس حلال. حبيبه كلامك كتر. عمل قلب الجمل. عمل ايه وجمل ايه بس يا بابا؟ انت بتكذب الكذبه وتصدقها على نفسك، انت كده هتدخلنا كلنا جهنم. ليه ان شاء الله عملت لكم عشان تخشوا جهنم؟ عشان انت بتعمل الغلط واحنا بنسكت لك عليه. المفروض اصلا ان انا واحده زي ابلغ عنك كده ان انت ده بتعمل نفسك دجال وكداب على الناس. عندك حق يا حبيبه، خلاص يا بنت حقك عليا.
اقلع بقى كل الهبل اللي انت لابسه ده. ماشي يا بنتي، عندك حق يا حبيبي، انا هشوف شغلانه شريفه من النهارده. ده المفروض يعني. بيشيل الودعه دي بقى معاكي.